ألف ألف مبروك يا سي ناصر يا منسي، الفوز على حرس الحدود 2-0 وعلى الهدف الحلو اللي أنت جبته في آخر الماتش ده. أنا مش عارف إزاي كل ماتش بتبقى احتياطي، ده أنت المفروض تبقى أساسي على طول. يا عم الحمد لله انا راضي بنصيبي. وبعدين انا لو لعبت اساسي مش هجيب اجوان، فخليني زي ما انا كده ببركتي. وبعدين يا ريت عاجبين الناس بيقولوا عليا مستواي متوسط وعايزين مهاجم تقيل للزمالك. سيبك من الكلام ده كله يا سي ناصر، أنت أسطورة، وبعدين ده أنت الفينش بتاعك مختلف عن أي مهاجم تاني، ده يتدرس في مدارس الكورة، وبعدين كفاية إنك راجل سالك وبتحب الزمالك. يا عم ما تقولش عليا اسطوره بس، دي الفرقه كلها بقت اساطير وعايزين يسيبوا الزمالك ويمشوا. طب لما كلها تبقى اساطير يبقى نقعد في البيت ونربي حمام بيطير. ما هو الحمام كله طار وراح الأهلي يا سي ناصر، وبعدين أنت دلوقتي هداف الدوري، ما تشوف نفسك كده وتكلم بتوع الأهلي يمكن يبقى لك نصيب معاهم وتلعب في كأس العالم للأندية. لا يا عم، كفايه امام عاشور وبن شرقي وزيزو هنروح كلنا. وبعدين هناك في مهاجمين تقال زي وسام ابو علي وجرد شيار. انا بفكر اروح بيراميدز اعمل لي قرشين هناك وتبقى اتسطرت على كده. باين عليك ذكي يا سي ناصر وبتفكر بره الصندوق. الا قول لي صحيح، اما الناصر ماهر ما لعبش ليه معاكم الماتش بتاع حرس الحدود ده؟ هو الاخر عايز يروح الاهلي ولا ايه؟ لا يا عم، اما هو جاي من الاهلي اساسا، بس زي ما تقول كده هو اتخانق مع بسيرو ومسكوا ببعض. قال ايه عايز يلعب اساسي، اما انا جايب 9 تجوان ومش بلعب اساسي. بس هو الصراحه يستحق يلعب اساسي يا سي ناصر، اصله حريف قوي، وبعدين ده جاي من ملك افريقيا النادي الاهلي. طب وايه حكايه عبد الله السعيد؟ بيقولوا قال مش عايز يجدد مع الزمالك. يا عم هم الجماعه اللي كانوا بيلعبوا في الاهلي دول شايفين نفسهم شويه. قال ايه يا اخويا، عايز 35 مليون في السنه ويبقى كابتن الفريق، وعايز صفقات جامده زي كريستيانو رونالدو. هو احنا لاقيين ناكل؟ ده باين عليه مرار وراكب جرار في الزمالك. طب بقول لك ايه، هو صحيح زيزو كلم بتوع الزمالك وقال لهم ان هو عايز يرجع تاني؟ يرجع مين يابا بس؟ ده زي ما يكون كان في السجن وخرج. في حد بيطلع من السجن ويبقى عايز يرجع تاني؟